بص يا دكتور محمد، انا صراحة مستغربة قوي للتعليق بتاعك، لانك مش اول ولا اخر دكتور يتعلم بره ولا حتى ياخد شهادة من بره. انا اختي اللي اصغر مني على طول دكتورة زي حضرتك كده، ونص قرايبي في العيلة اساسا دكاترة واخدين شهاداتهم او الزمالة بتاعتهم من جوه مصر او حتى من بره مصر. فلو حضرتك مفكر ان انت الوحيد اللي عملتها وشاطر، فاحب ان انا ارد عليك اقولك ان حضرتك غلطان، انك في الحقيقة رغم لقب الدكتور اللي قبل اسمك واللي حضرتك فرحان بيه قوي، انك مش شاطر. لان ببساطة الشاطر ملوش في النفسنة، الشاطر مش مؤذي حتى لو بكلامه، الشاطر اسلوبه محترم، الشاطر واثق في نفسه وبيتقبل كونه شاطر او كون حد حواليه شاطر زيه، مش بيحاول يقلل من مجهود حد حتى لو بالنسبة له حاجة صغيرة قد كده. لو حضرتك فاكر ان لقب دكتور اللي قبل اسمك ده شطارة، فاحب اقولك انك غلطان، لان امريكا اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ولا كأنها جنة الفردوس. جايز اديتك درجة علمية دي كلنا بناخدها عادي، بس للأسف هي معرفتش تديك الأصل اللي يخليك تمر فيك البلد اللي اتعلمت فيها، حتى لو تقرا وتكتب في أولى ابتدائي، وخليتك بني آدم ليك هوية اتبريت منها بمجرد ما اتعاملت مع أجانب. ما كلنا بنتعامل مع أجانب وشغالين معاهم من سنين الحمد لله، بس ما عندناش النفسنة ولا في دماغنا نضايق حد شايفينه بيسعى، لأن النفسنة والغرور هم حجة الضعيف اللي عارف إنه محققش حاجة في حياته تحسسه بقيمته، فبيعمل الحركات دي بس عشان يلفت الانتباه ويداري على خيبته مش أكتر. أنا فرحانة بنفسي على فكرة جدا، وفرحانة بكل واحد بيحتفل بإنجاز صغير عمله، لأنه عارف إن الإنجازات الصغيرة دي هتتجمع وهتعمل إنجاز كبير في يوم من الأيام، ومش هتغير، وهفضل أشارك الستابس دي مع ناس بحبها وبتحبني علشان أحمسهم وأشجعهم أكتر إن هم يسعوا إن هم يحققوا أحلامهم، يكملوا حتى لو في ناس في حياتهم زي حضرتك كده يا دكتور.